السلام عليكم، ازيكم يا اصدقائي؟ فيلمنا بيبتدي النهارده ببطلنا راي، وقصه راي انه راجل دماغه توزن بلد. راي دوت مش مجرد بني ادم عادي، ده ثعلب. شغلته في الحياه ان هو يتسجن بمزاجه عشان برضه يهرب بمزاجه. الراجل دوت شغلانته الاساسيه ان هو يشتغل خبير امني، يعني الشركات الكبيره بتبعت له عشان يختبر السجون بتاعتهم ويشوف لو فيها اي مشكله او اي نقطه حد يقدر يهرب منها، او اي مسجون دماغه توزه كده ولا كده عشان خاطر يخرج من الحبس. بس المشكلة ان صاحبنا عنده قانون ماشي عليه زي الساعة. راي بيقول ان اي سجن في الدنيا مهما صرفوا عليه فيه 3 نقاط، لو ال3 نقاط دولت اي حد قدر يسيطر عليهم هيبقى ملك السجن ويقدر يدخل ويخرج من السجن براحته. يعني لو مسجون عرف السيستم اللي السجن ماشي عليه والحراس وطباعهم والمساعدة اللي بتجيله من بره، يبقى كده خلاص مفاتيح السجن دي بقت معاه ايا كان نوع السجن. في بداية الحكاية بنشوف راي وهو بينفذ عملية هروب خيالية من سجن فيدرالي، والكل واقف مذهول ازاي راجل زي دوت قدر يخرج من وسط كل الحراسة دي. راي بيعتمد على الملاحظة القاتلة، بيعرف مواعيد تغيير الوردية بالثانية، وبيراقب الحراس لدرجة انه بيعرف مين فيهم اللي عينه بتقفل ومين اللي عينه بترف ومين اللي عينه ما بتغفلش. بعد ما بيهرب بيروح يقعد مع شريكه ويقدم له التقرير اللي بيخلي السجن دوت زي المقبرة مفيش فيه اي غلطة. طبعا ست راي وصل لبعيد وبدأ يسمع لحد ما دخلت عليه ست اسمها جيسيكا، وبتقول له انها من وكالة المخابرات وعرضت عليه عرض يخلي اي حد يوافق. قالت له احنا هنديك 5 مليون دولار عشان تختبر سجن جديد لينا، بس السجن دوت خارج الخدمة، يعني سجن سري ملوش وجود على الخريطة، سجن بيسموه القبر. راي في الاول قلبه اتقبض لان المهمة المرة دي عميانية، يعني مفيش حد من فريقه هيعرف مكانه ولا في وسيلة تواصل معاه لو الدنيا باظت وحصل حاجة. بس راي بطلنا دايما بيحب التحديات، فهو حب التحدي وطمع في ال5 مليون دولار ووافق، وما كانش يعرف انه بيمضي على قرار اعدامه. ومن هنا بتبدأ الغفلة الكبيرة. راي بيتغفل وهو في طريقه في السجن اكتشف ان اللعبة مش تصبيرة، دي طبخة مسمومة. الناس اللي خطفوهم ما كانوش مجرد حراس، دول ناس فاهمين هم بيعملوا ايه بالظبط. اول حاجة عملوها انهم شالوا شريحة التتبع اللي كان راي زرعها في دراعه، وبكده راي بقى حرفيا تايه في قلب المحيط ومفيش اي حد في الدنيا يقدر يعرف هو فين. بطلنا بيفوق من تأثير التخدير، بيلاقي نفسه في حتة ما بيشوفهاش غير في الكوابيس، زنزانة جدرانها من الازاز، ازاز شفاف محوط بيه، وكشافات اضاءة جبارة شغالة فوق دماغه 24 ساعة، يعني ينسى طعم النوم ويفقد احساسه بالزمن، وحراس لابسين ماسكات سودا كأنهم اشباح متبرمجة. الصدمة الكبيرة اللي كانت لما راي بدأ يبص حواليه ويحلل المكان، اكتشف ان السجن دوت مبني بالمسطرة على اساس الكتاب اللي راي نفسه ألفه، يعني هو دلوقتي محبوس جوه دماغه ومتحاصر بالسيستم اللي هو قال انه ملوش حل. وهنا بيظهر عندنا مدير السجن اللي اسمه هوبز، وهو بيتمخطر وسط الزنازين ببرود اعصاب تفرس اي حد. راي يحاول يحافظ على هدوءه ويديله كلمة السر اللي المفروض تخرجه من الاختبار فورا، بس هوبز بصله بابتسامة صفرا وقال له كلمة سر ايه يا شاطر؟ انت هنا مجرد رقم في سجلات الاموات، ومحدش في الدنيا هيقدر يخرجك من هنا غير لو خرجت في صندوق خشب. في اللحظة دي راي عرف ان اللعبة انتهت وانه اتحط عليه من اقرب الناس ليه، وان القبر دوت هو اخر محطة ليه في الدنيا. طبعا بطلنا وهو في قمة الغضب والزعل بيبدأ يلمح مسجون جنبه في الزنزانة اللي جنبه، راجل ملامحه بتقول انه شاف في حياته اللي مفيش بني ادم قدر يشوفه، اسمه ايميل دوت هو الباشا بتاع المكان والكل بيعمل له الف حساب. ايميل قرب من راي وقال له بلهجة فيها تحدي، لو عايز تعيش في المكان دوت لازم تكون وحش، ولو عايز تخرج لازم دماغك دي تكون شيطان بيخطط. راي عرف ان ايميل هو الخيط الوحيد اللي فاضل له، فقرر انه يحط ايده في ايد الشخص الوحيد اللي ممكن يبيعه في اي لحظة عشان ينقذ رقبته. وهنا اليأس بدأ ينهش في دماغ راي بعد ما لقى نفسه محبوس جوه القبر، السجن اللي هو نفسه كان راسم عيوبه في كتابه القديم، وما كانش متخيل انه في يوم هيكون الضحية بتاعته. وهو قاعد وسط زنزانته الازاز اللي كاشفة كل حركة بيعملها، بدأ يراقب المسجون اللي جنبه ايميل وهو بيتعامل مع الحراس ببرود اعصاب غريب وكأنه هو صاحب المكان مش مجرد مسجون. ايميل ما كانش مجرد مسجون عادي، ده كان المعلم اللي كلمته سيف بتمشي على رقبة الكل. وبمجرد ما شاف راي عرف انه وراه حكاية تقيلة. ايميل قرب منه وقال له بلهجة فيها تحدي، بص يا دكتور، لو فاكر انك هتخرج من هنا بدماغك والرسومات الهندسية اللي انت عملتها يبقى انت غلطان. السجن دوت ما بيحترمش غير اللي دراعه قوي وقلبه ميت. راي استوعب انه محتاج ايميل عشان يوصل لاماكن في السجن ممنوع لاي مسجون انه يقرب منها، فاتفقوا انهم يبقوا ايد واحدة في المصلحة دي. واول خطوة في دماغ راي كانت دراسة الروتين، لان اي سجن مهما كان متقفل صح الحراس بتوعه في الاخر بشر
بيزهقوا وبيغلطوا، والغلطة دي هي اللي راي كان مستنيها. طلب من ايميل انه يعمل خناقة كبيرة تلم السجن كله عشان يشتت انتباه الحراس، وبالفعل ايميل ضحى بنفسه ودخل في صدام عنيف مع المساجين والحراس. وفي وسط الهيصة دي راي كان واقف بعيد بيحسب بالثانية الوقت اللي الحراس بياخدوه عشان يفتحوا الابواب ويتحكموا في الموقف. راي اكتشف ان الابواب دي بتفتح بنظام الكتروني مركزي، وده معناه انه لو قدر يوصل لغرفة التحكم يقدر يفتح السجن كله بضغطة زر ويخرج جيش كامل من المساجين، والجيش دوت هو اللي هيقدر يخلص على الكل. بس المشكلة الكبيرة كانت في الزنازين الانفرادية. راي كان عايز يدخلها بمزاجه مش عقاب، لانها المكان الوحيد اللي بعيد عن عيون الكاميرات المباشرة، وهناك يقدر يفك ارضية الزنزانة ويوصل لمواسير الصرف والتهوية اللي هي شريان السجن دوت. وعشان ينفذ دوت راي تعمد انه يغلط في مدير السجن هوبز قدام الكل ويقل ادبه عليه. هوبز السايكوباتي دمه غلي وامر الحراس يرموه في الفرن، والفرن هنا هو عبارة عن زنزانة انفرادية بتتسخن لدرجات حرارة عالية جدا عشان تكسر نفس المسجون وتخليه يتمنى الموت. راي استغل الحرارة دي بطريقة صايعة جدا، استخدم قطعة معدن كان ايميل هربها له وبدأ يفك المسامير اللي في الارضية اللي كانت بتتمدد بالحرارة وتفك من كتر السخونة. راي نزل في فتحة تهوية ضيقة ومشي في ممرات مرعبة كلها بخار وضلمة ومواسير بتغلي لحد ما وصل لنهاية الممر وفتح باب صغير عشان يشم هوا. وهنا كانت الصدمة اللي شلت تفكيره وخلت ركبه تخبط في بعضها. راي ما كانش تحت الارض في مكان مهجور ولا في جزيرة في نص الغابة. راي اكتشف انه في سفينة شحن عملاقة، مدينة كاملة عايمة في نص المحيط، والسفينة ديت كانت ماشية في مياه دولية، يعني مفيش قانون يحميه ومفيش حد في الكوكب يقدر يوصل. راي رجع الزنزانة وهو منهار تماما وقال لإيميل احنا مش محبوسين في سجن يا معلم، احنا محبوسين في تابوت حديد عايم وسط الموج، والهروب من هنا معناه الموت غرقان، يعني هتهرب من موت لموت. قام ايميل ماسكه من لبسه بالقوة وقال له لو السفينة ديت ليها قبطان يبقى ليها طريق وليها نهاية، مش هنموت هنا زي الفيران. وهنا راي فاق وبدأ يخطط ازاي يعرف مكان السفينة بالظبط عشان لما يهرب يعرف يروح فين. هوبز هنا لاحظ انه مدير السجن بيحب يتباهى بذكائه وبدلة السجن الشيك بتاعته، فقرر راي انه يمثل انه بيخرف وبدأ يقول كلمات باللاتيني مش مفهومة عشان يخلي هوبز يطمع ويعرف وراه ايه وياخده لمكتبه عشان يحقق معاه. وهناك راي كانت عينه زي الرادار على اجهزة الملاحة اللي بتحدد مكان السفينة عن طريق النجوم والشمس. وفي المكتب راي قدر يلمح احداثيات السفينة وحفظ الارقام دي في دماغه زي ما هو حافظ اسمه، وعرف انهم قريبين من سواحل المغرب. بس الغلطة كانت ان هوبز بدأ يشك في هدوء راي المفاجئ وامر الحراس انهم يفتشوا زنزانته بالملي ويقلبوا عليها وطيها. راي كان مخبي حتة الحديدة اللي بيفك بيها المسامير، لو اتمسكت هتبقى رقبته هي التمن. وفي اللحظة دي ايميل اتدخل وعمل حركة صايعة وخبى الحاجة في مكان محدش يتوقعه وانقذ راي من تأديب الحراس. راي قال له احنا لازم نبعت الاحداثيات ديت لاي حد بره والا هنفضل تايهين في البحر للابد. راي بدأ يفكر في دكتور السجن كاسبر، الراجل اللي كان باين من نظراته انه مش راضي عن التعذيب اللي بيحصل للمساجين، وقرر انه هيكون هو الخط اللي هيوصلهم بالحرية. وهنا الدنيا بقت على كف عفريت. راي بعد ما عرف انه في نص المحيط واليأس اللي كان مالي قلبه تحول لنار وغضب، نار بتخطط وتفكر مش بس بتهد. قعد مع ايميل في ركن بعيد عن عيون الكاميرات وشرح له الحقيقة المرة، احنا في سفينة والهروب من هنا مش محتاج بس فتح باب، ده محتاج معجزة تخلينا نعدي من المحيط كله. وهنا ايميل بصله بنظرة كلها ثقة وقال له المعجزات احنا اللي بنعملها يا راي، قول لي بس انت محتاج ايه وانا اجيب لك السجن كله تحت رجليك. راي كان عارف ان الخيط الوحيد اللي فاضل لهم هو الدكتور كاسبر، الراجل اللي في قلبه شوية رحمة، يعني نقدر نقول عليه بني ادم وسط الوحوش اللي شغالين في قلب السفينة دي. راي بدأ ينفذ خطة صيد الدكتور دوت، بدأ يمثل انه واقع من طوله وتعبان جدا عشان يضطروا ينقلوه للعيادة. وهناك وبمجرد ما الباب اتقفل عليه هو والدكتور كاسبر، راي قام رامي القناع بتاع التعب وبص للدكتور نظرة خلت الراجل دوت يترعب. بص له وهو هادي واتكلم معاه وقال له انا عارف انك مش زيهم وعارف انك بقيت دكتور عشان تعالج الناس مش عشان تشرف على تعذيبهم. السجن ده غير قانوني ولو الحقيقة اتعرفت انت اول واحد هيشيل الليلة مع هوبز. راي طلب منه طلب واحد بس، انه يبعت رسالة مشفرة بعنوان راي الحقيقي لشخص بره السجن عشان يفتح له سكة يلمح منها جهاز الملاحة عشان يحدد مكانهم بالظبط. وهنا الدكتور كاسبر كان خايف يروح في 60 داهية بس ضميره صحي وقرر انه يغامر ويساعدهم. في الوقت ده هوبز مدير السجن بدأ يحس ان في ريحة طبخة بتحصل من وراه. جاب راي لمكتبه فورا وبدأ يضغط عليه بكل الطرق وبدأ يعذبه نفسيا وبالكهرباء وضربه وهو بيصرخ
انت بتخطط لايه مع ايميل؟ راي كان بيستحمل الوجع ويضحك ويستفزه وقال له انا بخطط ان اعزمك على جنازتك. هوبز هنا اتجنن وامر الحراس ان هم يزودوا الرقابه عليه ومنع عنهم الاكل والشرب، بس اللي ما كانش يعرفه ان جيش المساجين اللي ايميل جهزه كان مستني بس اشاره واحده عشان يقلبوا السفينه دي جحيم. راي قدر بذكائه وبمساعده الدكتور انه يعرف ان السفينه قريبه من مياه اقليميه ودي كانت الفرصه اللي هم مستنيينها. راي راح شارح لايميل الخطه النهائيه، احنا هنعمل خلل في نظام تبريد المحركات ده يخلي السفينه تضطر تهدي سرعتها والدخان يملى المكان، وفي وسط الفوضى دي المساجين هيفتحوا الابواب ويشتبكوا مع الحراس. وهنا هنطلع على السطح. ايميل نفذ الجزء بتاعه وجمع الرجاله، وفي ساعه الصفر السجن كله اتحول لساحه حرب. صوت انذارات الحريق كانت بتضرب في كل حته والابواب الالكترونيه بدات تخرف والمساجين خرجوا زي الاسود الجعانه وبداوا يخلصوا القديم والجديد مع الحراس اللي كانوا بيذلوهم. راي وايميل كانوا بيتحركوا وسط الرصاص والدخان زي الاشباح ورايحين على طريق السلم اللي بيطلع للسطح، وهم في طريقهم قابلوا هوبز وهو معاه جيش من الحراس المتسلحين. هوبز كان بيضرب نار بجنون وهو بيقول محدش هيخرج من هنا وانا حي، السفينه ديت هتكون القبر بتاعكم وده اخر مكان هتشوفوه. ايميل قام ماسك رشاش وبدا يغطي ظهر راي وقال له اطلع انت يا راي على السطح، لازم تلاقي طريقه تنزل بيها القوارب وانا اخرهم من هنا. راي طلع على السطح واتصدم من اللي شاف. الجو كان عاصفه والموج عالي جدا والطياره الهليكوبتر اللي الدكتور كاسبر بعت لها اشاره بدات تظهر فوق زي نقطه صغيره. كان لازم راي يفتح محبس الميه عشان السفينه تميل ويقدروا ينط، بس الحارس الشخصي اللي هوبز كان معاه سيف ومستنيه فوق عايز يخلص عليه. والمواجهه فوق سطح السفينه كانت ملحمه. راي بذكائه وقوته ضد وحش ما بيعرفش الرحمه، والرصاص كان طاير من كل ناحيه والطياره بتقرب وصوت المراوح بيغطي على صراخ الناس. راي قدر يخلص من الحارس ووصل للوحه التحكم، بس في اللحظه دي ظهر هوبز تاني وهو مجروح وبيركب اخر طلقه في سلاحه وعايز يضرب على قلب راي بالظبط. ايميل ظهر في اخر ثانيه وضرب نار على هوبز والسفينه بدات تميل فعلا والميه بدات تدخل في كل حته، وهنا السفينه بقت عباره عن كتله نار مفيش صوت فوق صوت الرصاص والمساجين اللي عماله بتصرخ اللي قرروا يبيعوا حياتهم مقابل الحريه. وراي كان واقف فوق السطح والريح بتخبط في وشه بعنف وعينه مش مفارقه الطياره الهليكوبتر اللي جاي عشان تنقذهم، بس الطريق للطياره ما كانش مفروش بالورد. هوبز كان لسه حي والغل كان بياكل قلبه لانه شايف الامبراطوريه بتاعته بتتهد قدام عينيه بسبب واحد دخل السجن بمزاجه. راي لمح هوبز وهو بيقرب منه وسلاحه في ايده. في اللحظه دي عرف ان المواجهه دي لازم تخلص دلوقتي. وفي وسط المعمعه اللي بتحصل ايميل ظهر من وسط الدخان زي الشبح وكان معاه رشاش عمال يموت في الحراس اللي بيحاولوا يمنعوهم. ايميل صرخ في راي اطلع انت يا راي على السلم وانا هأمن لك ظهرك. راي بدأ يطلع السلم اللي نازل من الطياره والرصاص بيصفر جنب ودنه. هوبز ما كانش مستسلم وبدأ يضرب نار على خزان الزيت اللي جنب راي عشان يفجره، بس راي بذكائه استغل ميه السفينه ونط في اخر لحظه لحته امان وهو متعلق في الهواء. بص لهوبز بابتسامته المستفزه وطلع الولاعه اللي كان محضرها وقال المره دي مش هرسم خريطه، المره دي هحرق السجن باللي فيه. راي ضرب نار على برميل الزيت اللي جنب هوبز وبوم السفينه اتفرتكت خلت الحديد يسيح. هوبز طار في الهواء ووقع في قلب النار. ايميل استغل الفوضى دي وقدر يمسك في رجل الطياره والاتنين طلعوا فوق المحيط وتحتهم بقت ساحه للنار وهم في الجو. راي بص لايميل وقال له انت مين بالظبط يا ايميل؟ انت ما كنتش مجرد مسجون، انت كنت عارف كل حاجه عني. وهنا ايميل ضحك ضحكته الهاديه وقال له انا هو فيكتور الشخص اللي المخابرات كلها بتدور عليه، والبنت اللي جات لك المكتب جيسيكا دي بنتي وهي اللي خططت لكل ده عشان تخرجني بمساعدتك. راي الصدمه ما كانتش كبيره عليه لانه كان بدأ يشك ان في دماغ كبيره ورا الموضوع، بس الحقيقه اللي وجعته بجد هي مين اللي باعوا من البدايه. لما وصلوا للبر وتاكدوا انهم في امان راي عرف ان شريك ليستر هو اللي قبض الثمن وبقى راي له مدير السجن عشان ياخد مكانه في الشركه ويسيطر على الفلوس. راي ما بيسيبش حقه وقرر انه يبعت لليستر تصبير اخيره، بس المره دي كانت مميته. ليستر كان قاعد في عربيته الشيك ومفكر ان الدنيا ضحكت له، فجاه لقى نفسه جوه حاويه مقفوله والموبايل بتاعه رن وكان راي على الناحيه التانيه. راي قال له بصوت بارد انت بعتني للسجن يا ليستر فانا قررت ابعتك لمكان ملوش مخرج، استمتع بالرحله. والشحنه دي كانت رايحه لاقصى بلاد الارض، محدش هيعرف مكان ليستر للابد. راي رجع لحياته بس المره دي هو عارف ان مفيش سجن في العالم يقدر يحبس دماغه وان الحريه مش مجرد باب مفتوح، والحريه هي انك تكون دايما سابق بخطوه قدام عدوك. بص للمحيط وخد نفس عميق وعرف ان الحكايه خلصت بس الاسطوره لسه بتبتدي. وهنا
وبكده يا وحوش بنوصل لنهاية فيلمنا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيلم عجبكم، واي فيلم تعوزوه قولوا لنا تحت في التعليقات عشان نلخصه لكم.